بعدما ظهر جلياً بأن لاعب الشباب السعودي وعميد المنتخب المغربي غانم سايس لا يفكر في الاعتزال الدولي وينوي الاستمرار في الحضور بعورين أسود الأطلس، تتواصل علامات الاستفهام بخصوص مستوى صاحب 33 سنة الذي تراجع مستواه في الآونة الأخيرة ولم يظهر بذات المستوى الذي عهدته عليه الجماهير المغربية، وبخاصة في نهائيات كأس إفريقيا التي أقيمت مؤخراً بكوت ديفوار. وفي الوقت الذي طالت العديد من الانتقادات الأداء الذي قدمه سايس في الكان الأخير، تتساءل الجماهير المغربية في مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان العميد سيواصل الحضور كأساسي بخط دفاع المنتخب المغربي، أم أن وليد الركراكي سيعيد حساباته بشأنه ويعتمد على شادي رياض لاعب ريال بيتس الإسباني أو لاعب آخر في قطب الدفاع بإمكانه التألق إلى جانب المبدع نايف أكرد لاعب وست هام الإنجليزي الذي قدم مستوى رائعا في المنافسة القارية الأخيرة. وسيكون من اللازم على الطاقم التقني للمنتخب المغربي أن يجد له لاعبا بنفس مواصفاته.